اهلا بيكم. تطبيق صن داي لون، تطبيق مصري للقروض الشخصيه من الموبايل. تقدر تحمل التطبيق حجمه 6 ميجا، وتسجل دخول، وتديله صلاحيه الدخول على الصور والفيديوهات والجهات الاتصال بتاعتك، وكل حاجه يطلبها منك، وصوره سيلفي وصوره البطاقه، وحضرتك مصدر دخلك، كل حاجه. وتطلب منه قرض من اول 1000 جنيه لحد 50,000 جنيه. التطبيق لسه ناشئ جديد، اغلب اللي بيعلقوا عليه طبعا بيقولوا ممتاز ممتاز بطيء في المراجعة. يعني الناس اللي هي واخدة فلوس عشان تقولك تعليقات حلوة يعني وتجر رجلك. حضرتك ممكن تجرب بنفسك، بس يا ريت لو قالوا لك ادفع حضرتك مصاريف الخدمة او اشتراك في التطبيق عشان تقدر تاخد القرض بتاعك، تعرف انها نصباية. ولو قالوا لك ان حضرتك القرض بتاعك اتحول بعد ما طبعا ما خدوا منك كل البيانات اللي هم عايزينها، انت ملزم بقى ان عندك بيانات ليهم او بياناتك انت اللي خدوها منك مهمة وتلزمك، فهتضطر تدفع لهم. بس نصيحة، كل التطبيقات ديت فيك، وكل يوم والتاني باسم جديد لنفس الشركة ونفس التطبيق الاصلي، زي مدفوعة وزي تطبيقات كتيرة جدا. كل يوم تطلع باسم جديد عشان تسرق البيانات او تنصب على الناس وتقول لهم خدمة مصاريف ادارية او اشتراك في التطبيق. انا ما كنتش تعرف التطبيق وعرفت مني، شير ولايك وسبسكرايب، وحذر غيرك من اي تطبيق للقروض الشخصية في مصر.